السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ومجتهدين وبتذاكروا. بما ان كلنا الفتره دي عندنا امتحانات او داخلين على امتحانات، وطبعا شباب الازهر ربنا يوفقكم عندهم امتحانات الشهر ده وثانويه عامه الشهر اللي بعده. معظم الكليات عندنا امتحانات الفاينل. تعالى اقول لك على الحاجات اللي لو عملتها في اللجنه وقبل اللجنه هتنفعك جدا 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 في اي امتحان، وكمان على حاجات مهمه تاخدها معاك بتفرق معاك جدا في اللجنه. وبالنسبه للثانويه العامه هعرفك ازاي تتعامل مع ورقه البابل شيت، برضو ازاي بظلل من غير ما اغلط في ورقه البابل شيت. هتنزلوا دلوقتي تصلوا على النبي في الكومنتات وتكتبوا لا حول ولا قوه الا بالله، وتدعوا لنفسكم وتدعوا لي اننا ننجح كلنا بالتقديرات اللي احنا عايزينها. لايك الفيديو ده لان حرفيا انا قعدت اجمع لك كل الذكريات بتاعت ثانويه عامه عشان افيدك. كمان اعملوا اشتراك دلوقتي في القناه عشان عايزه اوصل 2000. طيب اي لجنه سواء ثانويه عامه او ازهر او الكليه ما بنطلعش اللجنه بالشنطه. الحل ان انت يا اما تسيبها في اي حته يا اما بتروح توديها مكان اسمه الامانات، وده طبعا بالنسبه للكليه. لكن بالنسبه للمدارس بيسيبوا الشنط كلها على بعضها جنب باب المدرسه من جوه في الحوش. ممكن ما تاخدش متعلقات شخصيه مهمه، هي مثلا فلوس المواصلات يعني معاك، وممكن دي تاخدها معاك في اللجنه. والشنطه كده كده مش مهم تاخد اي حاجه عندك، يعني مش لازم شنطه تكون كويسه. بس انا بصراحه بشوف ان ده اهدار للوقت، ان انا اوصل المدرسه اتفتش على البوابه وبعد كده اخش احط الشنطه بتاعتي في اي حته والكلام ده. شوف ان ده بصراحه اهدار للوقت. وبعديها بعد ما تخلص امتحان هتنزل تدور على شنطتك في وسط الزحام والعدد الكبير ده كله. فانا باخد معايا حاجات بديله للشنطه بيبقى مسبوح بيها في اللجنه. ايه اللي ممكن تاخده؟ ممكن مقلمه زي دي لو انت حاجتك قليله يعني، بس بصراحه دي مش احسن حل، عشان لو خدت البلان شيت مثلا اللي احنا بنسميها سناده طبعا هتبقى كبيره فهتضطر ان انت تمسكها، والميه الاساسي هتبقى معاك والمقلمه. طب ايه الحل الاحسن من دي؟ مامتها هي بس الحجم الكبير. بتاخد البلان شيت جواها عادي وبتاخد كل حاجه جواها عادي، وبتبقى برضو مسموح ان انت تطلع بيها اللجنه لانها شفافه زي كده فالمراقب شايفها عادي. بيسهل عليا خطوه التفتيش، ان انا باجي افتحها لها كده على طول، كانت بتبص بس وبتعديني عادي، فكنت حتى ما باخدش وقت في ان انا افتش. لو انت مش عندك الاثنين دول ممكن تاخد ايه؟ ممكن الدوسيه البلاستيك اللي هو زي ده، بس الاحسن كمان يكون شفاف. طيب كده خلصنا. انت هتحط حاجتك في ايه؟ ايه بقى المكونات او الحاجات اللي لازم تاخدها معاك علشان تساعدك في اللجنه؟ واحد، السناده دي مهمه، احيانا الديسك ما بيبقاش كويس فمثلا هيبوظ لك الورقه وانت بتكتب وانت بتظل الكلام ده، فتجنبا لاي حاجه تحصل في الورقه الاحسن ناخد حاجه زي دي. قلمين او 3 جاف. الانواع اللي تاخدها معاك اللي هي الروتو العاديه اللي هي جاف ازرق مش جل. النوع ده كمان، ده او ده. في انواع تانية كتيره يعني، بس المهم يبقى مش جل، او ده كمان اللي هو الروتو العادي اللي كلنا بنكتب بيه. انما الحاجات اللي هي فيها حاجات سايله زي كده الحبر بتاعها سايل يعني، او جل اللي هي قلم زي ده كده، ده مش مسموح في ثانويه عامه. قلمين رصاص مبريين، برايه واستيكه. طبعا في ثانويه عامه وازهر مستحيل تسلم الورقه بالرصاص. قلم السنون والسنون بتاعته. هتقولي طب احنا محتاجينه في ايه؟ ما احنا كده كده خدنا قلمين رصاص. هقولك لان ده خط رفيع. في امتحان الانجليش او اللغه الثانيه نترجم فوق الكلام بخط رفيع مثلا في القطعه، ده كان بيفيدني جدا. انا كنت بحاول اترجم كل الكلمات اللي عارفاها، فده كان بيساعدني في فهم المعنى العام للقطعه. فالقلم السنون بيخليك تعرف ان انت تكتب فوق الكلام اللي مكتوب وبياخد مساحه قليله يعني. انما التظليل هيبقى بالاقلام العاديه الرصاص العاديه اللي احنا واخدينها كده. الاحسن ما نظللش بالرصاص اصلا. ودي مهمه جدا ان انت تستعملها وانت بتظلل، بان انت تداري على الصف اللي تحت اللي انت بتظلله. يعني لو انا بظلل الصف ده اجي تحت الصف بالظبط احط المسطره عشان عيني ما تتلخبطش بين الدوائر وبعضها. الاله الحاسبه ودي اساسي برضو، وخدها معاك تحسبا علشان لو حب ان هو يستظرف في القطع بتاعه العربي في القطع بتاع الانجليش بيقول لك احسب حاجه زي دفعه تلت التلاته كام والكلام ده كله. استخدم الاله ما تستخدمش دماغك. اهم حاجتين بقى نفعوني جدا وحاولوا تحرصوا على ان هم يبقوا معاكم: مروحه والمنديل القماش. مع التوتر ومع الحر ايدي بتعرق فبتبل الورقه، الحبر يسيح على بعضه، فكنت بشغل المروحه دي على ايدي وانا بحب. وكنت مثلا لو حسيت بحر قوي بحطها على دماغي كده بحيث ان هي ايه تعمل لي ريفريش يعني. هتاخد معاك مناديل عاديه عشان هتروح ممكن تلاقي مثلا الديسك مش نظيف او ان انت عايز تشيل التراب قبل ما تحط الورقه بتاعتك. بس ده كمان كنت دايما بحطه تحت ايدي وانا بكتب عشان ايدي ما تجيش على الحبر فالورقه كلها تتبهدل بالحبر او ان هو يطبع او انه يسيح على الورقه. كنت دايما بمسح فيها سن القلم قبل ما اجي اكتب ما بين كل حاجه وحاجه، عشان التجمع بتاع الحبر اللي بيبقى على سن القلم ده ساعات اول ما بتحطه بيلطخ الورقه. دي الورقه بتاعتنا يبقى شكلها كويس علشان المراقب يبقى شايف ان انت عيل منظم كده وبرنس وانت بتحل. طبعا المناديل العاديه ما كانتش بتكفي بالغرض ده، لان كنت بسند عليها كانت بتفرول وتقطع وكانت بتزهقني انا شخصيا في الامتحان. في ناس هتشوف ان انا ببالغ مثلا، بس لا، الحاجات دي هتريحك في اللجنه. ولو في مقدره ان انت تجيب المروحه هاتها، مفيش مقدره يبقى خلاص ممكن على فكره الهوايه اللي هي كده بلان شيت نفسها تهوي بيها عادي يعني. حابه اقول لك ان لازم تاخد معاك ميه،
خد معاك علبه عصير مثلا عشان لو هبطت في نص الامتحان ولا حاجه تاخد حاجه فيها سكريات يعني سعرات حراريه. معاك لبانه علشان لو حسيت ان انت بتنام تاكل لبانه دقيقتين كده وتشيلها هتلاقي ان انت صح. اي برشام صداع عشان لما تصدع في نص اللجنه، لان انت هتقعد 3 ساعات ومن كتر الحل والتفكير يعني والتوتر ممكن تصدع، فخد معاك برشام صداع. نشكر دكتور مصطفى، هو طالب طب بشري وكان دفعه 23، بعت لي وقال لي انه اقول للطلاب بتوع ثانويه عامه ان هم ياخدوا معاهم حاجه يشربوها في اللجنه، وياخدوا معاهم مسكن صداع، وياخدوا معاهم ميه، لان الحاجات دي هتساعدهم جدا في اللجنه. الساعه، والساعه اللي هي يا جماعه ساعه العقرب عادي، مش الساعه السمارت. الساعه السمارت اي حاجه فيها تاتش، اي حاجه بتتصل بالتليفون مش مسموحه. تاخد ساعه اللي هي العقرب عادي، ولو انت مش بتفهم فيها في ساعه رقميه ولكنها مش تاتش، بتطلع لك الرقم بس ان انت يبقى ساعتك في ايدك عشان كل سؤال تبقى حاطط له وقت معين. في حاجه كمان ممكن تفيدك، في حاجه اسمها سدادات اذن، دي بتتباع في الصيدليه، بتبقى حاجه سيليكون كده شبه الهاند فري، بتحط في الودن علشان تمنع الضوضاء اللي حواليك انها توصل لك عشان تحل التركيز. هو الاغلب ان اللجان بتاعت الثانويه العامه ما بيبقاش فيها اي دوشه، ولو حصل وانت لقيت دوشه من حقك ترفع ايدك وتقول للمراقب ان انت مش عارف تركز من الناس اللي بتتكلم. بس يعني في ناس بتحب تجيبها، فلو انت هتجيبها على امتحان الثانويه العامه يبقى الاحسن ان انت تجربها من دلوقتي، مش اول مره تجربها في اللجنه. فتجيبها من دلوقتي، وطبعا قبل ما تلبسها تقول للمراقب هلبس سدادات الاذن عشان يبقى عارف ان اللي في ودنك دي سدادات الاذن، مش يجي ويفتشك والكلام ده. اصحى الصبح افطر، مفيش حاجه اسمها ان انت مش تفطر وتنزل على الامتحان على طول. امتحانات الثانويه العامه او اي امتحان عموما يعني ما بيبداش قبل الساعه 9، فالمفروض ان انت تصحى تفطر الاول وتشرب كافيين، مثلا تشرب اي قهوه، تشرب شاي لو انت عايز، كاكاو، اي حاجه من الحاجات اللي هي المنبهات اللي احنا قلنا عليها قبل كده، وتصلي ركعتين قضاء الحاجه. ركعتين قضاء الحاجه اللي انت هتصليهم قبل الامتحان دول حرفيا مهمين جدا، اهم منك انت شخصيا. قول يا رب اقضي لي هذا الامتحان. لو انت ما بتشربش كافيين في العادي، يعني انا اكتشفت ان فيكم ناس ما بتشربش قهوه مثلا او كده، يبقى ما تجيش تستنصح وتجرب الحاجه ليله الامتحان ولا يوم الامتحان. فلو هتجرب اي حاجه جديده تجربها من دلوقتي، عشان ما نجيش على يوم الامتحان الصبح نتفاجئ بان انت مثلا ضغطك حصل له حاجه، ان انت دخت، ان انت بترجع، ان اي حاجه حصلت. حاجه حلوه جدا ان انت تتصدق قبل ما تخش اللجنه وتدعي ربنا ان ربنا يوفقك ويلهمك الصواب. باذن الله ربنا هيساعدك وهيقف جنبك، ولو ب5 جنيه حتى لاي حد وانت ماشي في الطريق، باذن الله ربنا يجعلها هي تكون سبب ان انت تعرف تحل. التعامل مع البابل شيت بيبقى ازاي؟ خلي بالك ان الصف بتاع الدوائر، انا حاطط لكم قبل كده صوره البابل شيت وهحطه هنا. انت عندك دلوقتي صفوف الدوائر دي الف باء ج د، تمام؟ فده بالنسبه للامتحانات اللي هي باللغه العربيه. بالنسبه للامتحانات الانجليش او اللغه الثانيه، المفروض تاخد بالك جدا من الترقيم، هو مترقم ازاي، لان غالبا هيبقى بالعكس، هيبقى بدل من اليمين للشمال هيبقى من الشمال لليمين. فتاخد بالك جدا من رقم السؤال اللي انت بتظلله، ومن الاجابه بتاعتك انهي عمود فيهم، A ولا B ولا C ولا D. لو لا قدر الله غلطت وانت بتظلل، ممكن عادي ان انت تعمل اكس، بس اكس واضحه، سنونها واضحه كده وتكون طالعه بره الدايره، عشان الجهاز اللي بيصحح الام سي كيوز دي او البابل شيت دي يفهمش لغه تانية غير هي الدايره المتظلله بالكامل. فلو غلطت ما تتوترش، هتعمل اكس عادي وتظلل دايره، بس اهم حاجه يعني ان الاكس تبقى واضحه وما تلمس السؤال اللي فوق ولا السؤال اللي تحت. مش بقى حوار ان هو طب ولو حابب ارجع لاجابتي الاولى كده خلاص السؤال باظ. حاجه انت مش متاكد منها، انا كنت بعمل ايه؟ كنت باجي بالقلم الرصاص احط نقطه واحده بس على السؤال عشان ان انا ارجع له تاني. فازاي ما تغلطش؟ ان انت تتاكد من اجابتك قبل ما تظللها، لو في حاجه مذبذب فيها تعمل لها نقطه بالرصاص وترجع لها تاني. وكمان ان انت زي ما قلت لك تستخدم المسطره ما بين كل سطر وسطر علشان ان انت عينك ما تلخبطش من الدوائر. اوعى 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 تكتب رقم الجلوس غلط. واو، حاجه كمان، اول ما تمسك الورقه من المراقب تفر الكراسه كويس جدا، تتاكد ان مفيش ورق ناقص وان كل حاجه تمام. ولو سمحت كل دلوقتي يعمل لايك واشترك في القناه، ما تنسوش تدعوا لي عشان كمان عندي فاينل الايام الجايه.